طيب بص، هو الماركتينج هو ملوش قيود او ملوش قوانين. عادي جدا ابقى قاعده انا وانت احنا مع بعض في التيم بنفطر مع بعض وفي الاخر يجي الكلاينت بتاعي تروح تنتشوا مني. ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. النهارده بما اننا في ريد فلاج حابين نتكلم مع بعض عن العلاقات التوكسيك اللي موجوده في المجال. جميل. تحب تعرفنا بنفسك؟ اكيد. اكيد. انا مازن صديق، انا كو فاوندر شركه اسمها P5 انفستمنت. بس بقالي في الماركت حوالي اولموست 5 سنين، وهحكي لك جدا على كل حاجه توكسيد يعني بالظبط، يعني اسالي وانا معاكي. يعني انا اسلوب حياه بالنسبه لك. هفضح لك الماركت حالا وانا قاعد. انا جاهز والله. مش هضغط عليك قوي. لا ده مش محتاج اضغط والله. يعني خلينا نتكلم. طيب هسالك سؤال بسيط. يلا. بالنسبه لمراحل اليأس اكيد عديت بوقت في ديبريشن. هل انت شايف ان الديبريشنز اللي عديت بيها كانت ريد فلاج ولا انت قدرت تعديها؟ هي علشان موجودة عرفت اوصل للمكان اللي انا فيه دلوقتي، يعني هي ما ينفعش تبقاش موجودة اصلا. اوكي. الفرق بقى اللي هي تبقى فيها فلاجز او فيها اي شكل ما، دي ممكن تبقى طبيعة شخص اكتر. يعني ممكن انا ابص على الحاجات اللي هي صعبة عشان اعرف اعديها عشان اوصل للنجاح، او ده الدليل اللي انا اوصل للنجاح. ممكن اشوفها اللي هي بقى توكسيد وافضل واقف عندها، فبالتالي مش عارف اوصل لحاجة. فهي اوريدي موجودة، بس بحسها اكتر ديبند على الشخص مش على الماركت نفسه. اوكي. طب هل الديبريشن ده ليه علاقة بالعلاقات التوكسيك؟ لا مش شرط. مش شرط خالص. لا. طيب اشرح لي كده او قول لي اي اكزامبلز حصلت معاك على التوكسيك ريليشنز عامه في الشغل بتاعنا. طيب هو ابتدت انا سيلز طول عمري. جربت اللي انا اخش بروكريج، وده جربت اخش الديفلوبر. فشفت من هنا وشفت من هنا. يعني شفت في البروكريج طبعا يعني فكر مختلف، ومانجر لذيذ جدا، او يعني مش عايز اتكلم على الشخص بعينه يعني، بس واحد من الناس اللي هو لو فضل موجود فتره كبيره هيبوظ الماركت خالص. ليه؟ عشان هو اخذ من شخصيته ومن حياته طبقها على الماركت. فبالتالي يعني هو ذنب ايه العميل من الاخر؟ يعني انت راجل ممكن انت عندك تاثيرات كتيره في حياتك، فينفعش تطلعها في الاخر على الكلاينت. طلعت على الكلاينت فانت بقيت حاجه مؤثره واحد انطبق للتاني والتالت، فبقيت انت علامه مؤثره للماركت بحاجه سلبيه مش حاجه حلوه. فده مشكله مانجر. يعني تيجي للديفلوبر اللي جوه المطبخ بقى، يعني حاجه مش ألذ حاجه طبعا. يس. هو بيدوكي حته اللي انت لازم تبيع، فانا هبيع ما فيش مشكله. انا كده يعني سيلز ديفلوبر، فانا هبيع ما فيش مشكله. اديني حاجه ببيعها. انت اديتني حاجه ببيعها، المفروض انا اقتنعت بيها، مش عارف اقنعها وبقى انقل الايمان دوت للي جاي يشتري. وانت ماشي في الرحله لا بتلاقي جوه الموضوع مش طبعا مش كله، نسبه قليله قوي منها، بس انت بتتكلم على الحته اللي فيها توكسيد. يعني بتخش تلاقي لا في اونرز للديفلوبرز الموضوع صعب جدا جدا. هدفه الاولاني يفرض شخصيه ملهاش علاقه بالبيزنس خالص، يفرض شخصيه على السيلز وعلى الكلاينتس كمان. فدي ده مشكله كبيره بدات تحصل. الماركت بقاله كذا سنه لا انا افرض حياتي اللي هي اصلا كلها فلاجز بزياده اللي انا احطها على الماركت نفسه. فبالتالي خلى الماركت دلوقتي بقى ألذ حاجه. وان انت برضو سيلز ديفلوبر عامه، يعني الديفلوبرز او السيلز اللي موجودين عامه في الديفلوبرز هم ما عندهمش يعني متحددين، هو لازم ابيع الحاجه اللي تحت ايدي فقط. غير البروكريج او غير عشان ما تفتش بكره بالظبط كده. فلو طلعت منها سالم فكتر خير الدنيا، لانها بقى انا كمان معاهم فيلا كترنا من الماركت. ماشي. طيب انا هسألك سؤال، بما انك جربت السيلز ديفلوبرز وجربت برضو البروكريج، شايف عامه الماركت دلوقتي انا اشتري دلوقتي ولا استنى؟ اني الطف؟ طيب هو يعني هو ديماند على النيد. انا عايز ايه يعني؟ انا على حسب الراجل اللي عايز اشتري عشان اقعد دلوقتي اسكن فيرست هوم، فايه اللي هيخليني اجل؟ لو راجل عايز انفست فانفست اكيد انا محتاج لونش بدايه سعر مثلا، فممكن استنى او ابدا اسال بقى حد كونسلتنت فعلا فاهم الماركت، عارف ايه اللي ممكن يبقى جاي، فاشوف انا هستنى ولا مش هستنى. الاسعار بتاعتنا مختلفه، يعني هي قبعه الدولار شويه هي قبعه فارغه يعني مش حقيقيه. الناس عارفه الاسعار بتزيد، طب ما انت برضو عندك اعلى بلد عندها ابريشيشن للاسيتس موجوده. ده فعليا
يعني انت منفرد بحاجه زي كده. انت بلد شغال على الكوارث، ودي شغلانه شغاله على الكوارث، انت عايز تلحق تشتري دلوقتي علشان ما تغلاش بكره. طب انت لو اشتريت بكره هي غاليه، ما هي هتغلى برضو بعده، صح؟ بس صح. انهي فرصه اللي هتنفعك، يعني انهي فرصه اللي انت محتاجها عشان تشتري وتكسب منها، مش مجرد شغل خلاص. ده ادى بسبب برضو كميه الحاجات اللي موجوده يس كتيره جدا في الماركت، وسيلز كتير جدا داخلين من غير علم، فهو كله دخل على كله. صح. فهي يعني النيد على هي اللي يعني معنى السؤال يعني، او Depends اختصارا on need. يس هي ديبندز على النيد. اوكي. طيب انت شايف ايه قيمة النجاح من وجهة نظرك عموما؟ قمة النجاح هيكون الشخص علامة مؤثرة، او يكون الكيان نفسه اللي هو ملكه الشخص يكون حاجة مؤثرة بناء على الاندستري اللي هو فيها. أوكي. دي قمة النجاح. عشان هو انا يعني وجهة نظري ما فيش حاجة ليها اخر. صح. يعني كل يوم في جديد، وكل يوم في ستيج جديد. هي النجاح كله ان انا اكون انا مؤثر في الحاجة اللي انا فيها. لا ايجابي على فكرة، لا ايجابي لا الا سلبي. ده في على فكرة ده في حد ذاته نجاح. يعني حتى السلبي نجاح طبعا فعلياً. اكيد بتتعلم منه. يس قوي والله العظيم. يعني مش هينفع اقول، اعتقد ما ينفعش اقول اسامي، بس احنا عندنا في مصر هنا من الديفلوبرز اللي قدام، او ممكن مع الكلام ناس تبقى تستشف هذا الشخص. يعني الشخص ده طلع اوفرز زمان بقت دلوقتي هي بتقوم عليها ديستنيشن كامله، وشخص واحد، مع ان الاوفرز دي كلها ضد يعني ضد المنطق وضد الربح وضد كل حاجه، بس قعدت 3-4 سنين مناطق كامله ماشيه على نفس الفكر بتاعه زمان، وباعوا مبيعات خطيره. فده ناجح. ممكن مبقاش ناجح اللي هو حاجه ايجابيه، ايوه فهم. بس هو ستيل هو ناجح 100%. اسمه دايما مردود، اسمه دايما موجود. في اللي اتعلم منه بقى واخد الفكره بسلبيه، وفي اللي اخدها منه بايجابيه، بس ده ستيل ناجح. بس في ناس كتير عامه بالذات الكلاينتس بتبقى شايفه ان الاوفرز الكتير اللي بتتعمل من ناحيه الديفلوبرز بيقلقوا ان الديفلوبرز ممكن ما تسلمش. أوكي. ان الديفلوبرز دي هتتعثر قدام، مش تعرف تبني الكلام ده كله. ف الاوفرز عامه اللي بتتعمل هي فعلا ليها بوزيتيفيتي ونيجاتيفيتي في النقطه اللي زي دي. طيب بص، هو الماركتينج هو ملوش قيود، او ملوش قوانين. خلينا متفقين. البيعه بتاعتنا او الشغلانه بتاعتنا هي مرتبطه قوي بالاقتصاد. خلينا متفقين على حاجه، صح؟ طيب دلوقتي انا لما كنا ديفلوبر اتغلى عليا كل حاجه، وما بقاش في حتى نوع من المساعده من المصادر الكتيره، ممكن تبقى مصادر كمان حكوميه، صح؟ والموضوع بيزيد وما بقاش في رؤيه، وانا مضطر انا كمان انا كديفلوبر خسارتي عمر ما اكون نفس خساره العميل. صح. الراجل مالك مشروع ما عنديش يونت واحده، صح؟ بيتكلم على عدد فبالتالي هو بيخلي الكفر بتاعه كبير. يعني بيحط مارجن للكفر كبير مش قليل. طيب في نفس الوقت هو في ناس بتشتري معاه، هو ما ينفعش ينزل سعر، ما ينفعش يتغاضى عن حاجه هو اختارها، فبالتالي لازم يقدم اوفرز للي جاي يشتري بعد كده نوع من التسهيلات، علشان هو بيقول من الاخر يا جماعه انا مش هينفع اكنسل اللي انا اخترته، ولا الطريق اللي انا دخلته اجبارا عليه ارجع منه خطوه، ولا اخسر اللي دخل اشترى معايا. فهو في الاخر احنا اوفرز 100%، وده بقى الشكل بتاعنا. يعني هو ده بقى الشكل بتاع مصر على فكره. نفس فكره الاقساط. طيب يعني ما حدش متوقع لحد دلوقتي ان احنا ممكن احنا نقص الجزمه يعني مش درجات دي، يعني هروح اقص الجزمه بجد. يعني انا وصلت دلوقتي الحال عشان غلو الاسعار، وبقى السوليوشنز بتاعتها ايه دلوقتي؟ البيمنت. صح. فانا عندي جزمه طول عمري انا بحب البراند ده، راح اشتري منه، فجاه لقيت نفسي مش عارف اشتري منه، فاعمل ايه؟ هقسطها يعني خلينا متفقين، صح؟ فده اللي احنا مالي فيه دلوقتي. يعني ربنا يستر. ماشي. ما خليش افتح قوي، عشان انا بفتح قوي ممكن ما اطلعش بره المكان اللذيذ ده. ماشي. طيب ليه اخترت ريد كولابوريشن؟ السؤال ده خطير. طب بص، لا انا هقول لك والله بكل صراحه، يعني اي حد هيسمع كده هتقول بكل صراحه يا مازن. لا انا كده بس انا عايز اوضح ده صريح. بس عايز اوضح ان انا بيجح شويه. طيب طيب الماركت اللي احنا فيه خلينا متفقين هو بقى صعب قوي. صح. انا ما بتكلمش دلوقتي على الكلاينت اللي هو جاي يشتري، احنا بنتكلم احنا كمفروض كونسلتنسي، يعني في وسط كم من العدد كتير قوي، كل واحد بيحاول يختص شيء لنفسه علشان يعرف يقدمها للعملاء بتوعه، صح؟ فالماركت بقى صعب قوي، بقى عدد يعني هيوج، مش سهل خالص الواحد يكون فيه. فهي نفس الفكرة لما يكون واحد من غير عيلة عايش في الدنيا، اكيد مش هيكون زي واحد عنده عيلة قوية. ده هيبقى عنده دوافع
اقل واضعف بصراحة ده عنده ده دفع أصلا- ليمستيك قوي بجد والله العظيم بجد صريح جدا. لا والله بجد هي العيله هي دي اساس. طول ما الواحد لوحده في وسط الماركت مهما كان هو قوي وذكي هيجي صح. عليه وقت وهيتغلب، يعني ما مش بمزاجه صراحة دي يعني. حقيقة. العدد دايما هو اللي بيحاول الصدمات اللي بتيجي لما الكل بياخدها بتبقى اقل شويه عن شخص واحد. فانا عشان كده اخترت ريد كوربريشن فعليا عشان الباور علشان والفاميلي. يس عشان الفاميلي بجد. 100% بجد. هي دي حقيقة. وعامة ريد كلاب يعني اتشرفت بيك، ده شرف وفي ليا نفس والله. الوقت شرف هو ليا. فعلا بقت فاميلي عشان انت موجود 100% فيها. يس. طيب ايه العلامات اللي بتقول ان الماركت بتاع الريل استيت واقف دلوقتي؟ ما ينفعش يقف، ما فيش حاجه اصلا، ما فيش حاجه قالت. يعني انا هرد على سؤال او ارد على حاجه مش موجوده. زي بالظبط بتوع العربيات اللي هو كل شويه العربيات هتنزل. أيوة. بتاع ده طبيعي يا جماعه، عادي موجودين ماشي هو هيقف. يعني بعد ما اللي بيسمع المقتنع ان هو هيقف، ما انت هيفوتك فرصه لو انت اصلا فرصتك دلوقتي تشتري. مين اللي هيفوتك؟ انت الوحيد اللي هيفوت، خلاص ما عندناش حاجه نقدمها. اوكي يعني بس هو يقف لا صعب قوي. اوكي صعب قوي. هرجع هي نفس القصه برضو اللي بتاعتنا، احنا شغالين على الكوارث. صح. احنا شغلانه شغاله على الكوارث. كل ما الدولار يزيد كل ما الاقتصاد يبقى فيه مذبذب بشيء ما، كل ما يحصل انقلابات في العالم كلها، انت ما عندكش حاجه واحده الا هتحط فلوسك ورقه تتفرج عليها فعليا، لان هتبدا تحطها في مكان بناء على اختيارك انت. ليك حريه طبعا الاختيار، عرفت توصل لشخص شاطر عارف يقول لك ويوضح لك كده في قاعده واحده اللي انت فلوس هتدفعها دي هو هتكسب او هيبدا يجي لك منها 1 2 3 الفتره الجايه. ديبند بقى على حاجات هو شافها من الاكسبيرينس بتاعته، فهو كده بدا ياخد الطريق اصلا من اول صح. مظبوط. لا وشايف ومقتنع وماشي مع نفس الويفه، الاسعار هتنزل، الدنيا هتقف، هيحصل الفقاعه وكل الكلام ده. احنا بقالنا كام سنه بنسمع الموضوع ده؟ بقالنا 4 5 6 سنين بنسمع الموضوع ده، يعني مش حاجه جديده. يتعرف انا من 4 5 6 سنين لما كان عميل بيقول لي كده او كلاينت بيقول لي كده سن مثلا كبير انا بصدقه. ليه؟ ده راجل اكيد، يعني انا مش هناخد دور غيرنا، ده راجل عاش كتير، سن اكبر، اكيد هو في بوزيشن محترم عشان يعرف يشتري معايا مثلا ب 6 7 مليون. فلما يجي يقول لي احسب فقاعه عقاريه انا اكيد هاخد رجلي ورا شويه. ليه؟ عشان ما شفتش. يعني انا لسه ما شفتش في الماركت، ليه واحد لسه فريش بقى لي مثلا سنه، فبرضه لسه ما شفتش ولا حاجه، بس انا بقى لي 6 7 سنين مثلا افتراضا يعني. فلما يجي حد يقول لي دلوقتي في فقاعه عقاريه اقول لك لا معلش تعالى بقى وريني، يعني تعالى بقى نتكلم، اقدر اتكلم دلوقتي معاك. مفيش اي حاجه بتقول اللي احنا ممكن نحصل اي فقاعه عقاريه، فمين يصدق مين؟ انا ولا انت؟ صح. يعني انا اللي في الشغلانه، فانت هتصدقني ولا انا اصدقك؟ انت سمعت معلومه من الفيسبوك وانت بتسكرول بالليل قبل ما تنام فجاي تقولها لي بكره ليه؟ يعني انا عملت ايه في حياتي عشان يحصل معايا كده؟ صح. لا هي برضو بسبب اللي هو كتير من الناس بيكلموا العملاء هم غلابه بجد، يعني هم غير قصدهم. ده واحد شاطر جدا في شغلانته، مش مطالب منه يبقى كمان يبقى شغل يعني شاطر في شغلانه تانية. فلما يجي يكلم حد في شغلانه تانية للاسف هو بيلاقي قله خبره. ودي مشكله على فكره مع شركات كتير، اللي هو عدد كبير حتى اللي مش فاهم هو برضو ما بيكسبش حاجه، ما بيبيعش عشان هو مش فاهم، بس هو الغرض ان انت بتلعبها لعبه ريشيو، زود عدد قوي فانت بقيت تظلم الناس اللي تحتيك، تظلم الماركت معاك. فادت في الاخر ليه؟ اللي احنا طلع لنا كلمه هي اصلا ما ينفعش تبقى على مصر. يعني هو الشكل بتاعها والتفسير بتاعها ما ينفعش يركب اصلا على اوضاع مصر تماما خالص. فمنين جت؟ من الجهل. طيب بالنسبه لشركه بي 5 حلوه قوي. أيوة. يعني انت معنى كده ان انت بتعتمد على الكواليتي مش الكوانتيتي 100%. اوكي 100%. مختار الناس بتاعتك صح عشان كده انا عملت الاكاديمي. اوكي عشان كده انا عملت اكاديمي عندي في الشركه، انا بدخل باتش كل شهر. حلو. انا اللي ينفع يكون سيلز لنفسه قبل ما يكون لغيره ده اللي بيكمل معايا، اللي مش هينفع خلاص انا بقول له بكل صراحه. حلو. يعني انت ما تضيعش وقت هناك بجد، ما تضيعش وقتك، هو الماركت بقى صعب فعايز شخصيه معينه، فانت لو مش فيها مش معناه ان انت وحش، لا انت اكيد احسن بكتير في مكان تاني طبعا. فده سوليوشن ليا، انا حليت حاجه انا واجهتها وحليتها انترنال عندك، والموضوع كان مدي سبورت حلو والموضوع حتى كان جالي من الفكره نفسها جت من رد. هي رد برضو عندها موضوع الاكاديمي، بس انا خليت الموضوع
غير ان احنا بنودي الباتش دوت، عندي باتش تاني بيخش صغير عشان عندي زي ما بيقول بقسم، يعني ما بيبقاش كله رايح في مكان ولازم واحد. الواحد كده يطور 100%. من، يعني حتى لو سيلز جديد هيبقى حابب انه يسمع كتير، لان الموضوع كل ما هو يسمع ويعمل ميتينجز يعني بيتعلم. بالظبط، هي الميتينجز كده بتعلم، والسمع كتير في الشغلانه دي بتعلم 100%. لان الشغلانه دي انا ببقى خطيرة. شايفاها كده عامله زي بصوا عليها. الحصان، لازم أيوة. يبقى لابس البتاعه دي كده عشان ايه، يبقى ماشي في طريقه صح. عشان ما ياخدش السهم في دماغه. هيجي له السهم برضه. يجيب السهم. طب هسألك سؤال من وجهة نظرك، مراحل اليأس أوكي. بتشوفها ريد فلاج بما اننا في ريد فلاج؟ والله يعني كمازن لا، اوكي. لا ما تربيتش على كده ولا مريت بحاجه زي كده يعني. يعني ان انا اخدها بحته الريد فلاج واخش في جوه بقى زون كده واقول اشمعنى انا يا رب وانا عملت ايه في حياتي، طب اشمعنى ما هو جنبي لا ما ينفعش اصلا. يعني لا، خليني اقول لك الحاجه بعيدا عني انا، تعالي نحط امثله حيه. ماشي. حلو. كل واحد في حياتنا اكيد شاف الشخص اللي اخذ الصدمات ديت، ماشي، وهو بكامل فكره الطبيعي وانسان يعني طبيعي جدا وما عندوش اي نوع من العقد ولا اي حاجه، عمل فيها ايه وصل لفين. وتعال نشوف اللي هو نفسيته ضعيفه شويه، مع احترامي ليه مش حاجه وحشه ليه يعني، بس هو ممكن تبقى رساله ان هو انت في حته خساره يعني متشافه. يعني مش حاجه انت لسه هتكتشفها، لا غيرك اكتشفها خلاص. اللي هو النفس الضعيفه لما بياخد الحاجات دي كلها بالفكر الريد فلاج بقى ويطلع عقد قديمه في عقد جديده في نظرات الغير، بيوصل لفين هتلاقي في فرق واضح جدا بيخلي الواحد اصلا من الاول ليه انا هبقى كده ليه. طيب انا أيوة يعني انا لو عندي عقد، طب ما انا شفت خلاص اخش ليه، ما هو طيب يعني يعني معلش يعني في شويه عقل بيستخدمني، يعني في شويه حركه كده في الدماغ بتقول لنا خش يمين بدل ما تخش شمال يعني. سؤال صغير دلوقتي، عامة وانت في المراحل بتاعه الشغل عموما حتى لو بره، يعني بيبقى في ناس كده بتدي نيجاتيفيتي او في كلام كده بيتقال يضايق عموما. احنا شعب بنحب نتكلم شعب كلامنجي فعلا. أيوة. الكلام النيجاتيف ده بيأثر فيك ازاي؟ بيأثر فيا ازاي؟ يعني بيأثر بتعديه ولا انا بعمل ايه، ولا بيأثر فيك فبيخليك تعمل ستاب باك شويه عن حاجه بيعطلك يعني؟ والله مش عايز اقول حاجه تتفهم غلط يعني. بصي يعني انا ما بسمعش قوي الصراحه، يعني انا الكلام ده ما بسمعوش، بحاول ما اسمعوش. هي في حاجه معروفه يعني بيقول لك البيئه بتعم، يعني هو الانسان عامل زي السفنجه صح. هتحطيه في ميه كويسه هيصحى من ميه كويسه، هتحطيه في ميه مش كويسه هيصحى من ميه مش كويسه. فلما الاقي نفسي داخل في حته وحصل حاجه ممكن يجي من وراها عتاب، كلام يعني مش لذيذ، الاقي الناس بتسود الدنيا في وشي، انا بسحب نفسي لوحدي كده، ما بقعدش مع الاشخاص دي اصلا. بحاول اعمل كده. ممكن يكون موجودين هم دايما في حياتنا، الله اكبر عليهم بجد يعني، خطار بيتكاثروا لوحدهم كتير جدا انا عارف والله صح، بس برضو انا بحاول اربط احبال لنفسي. بمعنى ايه؟ يعني انا عندي 2 3 كده انا عارف هم هيفكروا معايا بالعقل، هم ناس بيحبوا دايما يكون عندهم باور في الكلام، ما بيحبوش يدوا كلام وحش، بيحب يكون عندهم نوع من التفاؤل. فانا بحاول دايما لما يحصل لي الداون دوت احاول اجري عليهم، احاول التزم معاهم اكتر وقت، انا افضل حواليهم او دايما اقعد اكلمهم اسمع منهم اي كلام حلو خلاص. ممكن يكون بره الموضوع اصلا بس يعني معنى السؤال او اجابه السؤال لا انا بحاول ابعد بسمعه، بس بحاول ما اسمعوش، وبحاول ما افضلش قاعد في المكان اللي هو فيه الكلام ده، عشان لو فضلت قاعد فيه هو النفس ضعيفه خلينا صح. دي حقيقه. مهما كان كنت تطلع لي اجنحه دلوقتي وانا قاعد نفسي تطلع لي الصراحه، بس هبقى ضعيف يعني، خلينا متفقين بجد هتاثر يعني، ده طبيعي، احنا ناس ودانيه يعني هنسمع هتاثر. فانا كان الحل بالنسبه لي لا انا واحده واحده كده مش هتحس بيا ولا هجري وهبدا اتحرك على الناس التانية. انت عارف من وانا سيلز، لما كنت سيلز كده يعني الشغلانه دي كنت بشبهها دايما بالثانويه العامه باختصار والله. ليه؟ عارف اللي هو ايه التيم بتاعك، عارف لو كل واحد بقى فاهم بيداري بقى على نفسه. أيوه. الكلام ده فاهم اللي هو ايه، انا يا جماعه انا ما ذاكرتش حاجه، انا ما قفلتش حاجه انا، وفي الاخر يبقى بيقفل درجاته كامله، وفي الاخر نفس الكلام بيحصل في سيلز. انا ما بعتش حاجه، ده كلاينت تعبني، ده فرهده على الفاضي، وبيسبريد نيجاتيفيتي بطريقه، وفي الاخر تلاقيه توب 1 عادي جدا. فاللي هو طب انتوا ليه بتعملوا كده يعني؟ فاهم شغلانه يعني ما علينا. بص هي الحمد لله تقريبا الموضوع ده في مصر بس، اكيد هو وراه سر مثلا
مع الاكل اللي احنا بناكله واحنا صغيرين، مع مش عارف الدرس احنا كنا خدناه واحنا صغيرين. يعني هو الموضوع ده موجود في كل مكان، ثانويه، جامعه، شغل، اي حاجه. هو دايما عندنا مثل اللي هو بيقول لك مش عارف داري على شمعتك تقيد. انا مش عارف اني شمعه وقال اللي بتقيد وما بيحصلش اي حاجه من الحاجات دي كلها. انا بداري عليها برضو بتقفل عادي ولا بيحصل اي حاجه والله بجد ما بيحصلش اي حاجه. بس هي في الاخر اشخاص، هي بجد هي بس على فكره يعني خليني بس اقول لك يعني ما ينفعش تاخدي نفسك كحد بيتعامل طبيعي يتحط في كل مكان. عشان ده اكتر واحد يا عيني بيتبهدل من الاخر. يعني ما ينفعش انا اخش، انا دخلت شغلانه جديده ودخلت وسط ناس اخدتهم صحابي، والله ده حاجه جميله جدا، بس انا ما ماشي بحكي صافي نيه، ده مش معناه الشخص بوحش، صح. بس الواحد بيحمي نفسه. طب يعني انت مع ان يبقى في صحاب في الشغل عامه؟ لازم يكون في صحاب. اوكي. اما انا هاخد الباور بتاعي منين؟ هكمل ازاي؟ يعني هكمل ازاي؟ انا ممكن اعترض معاك في النقطه دي. يعني انا بصراحه بالنسبه لي انا بقالي 9 سنين اراوند في الماركت. لما حسيت ان انا يبقى معايا اصحاب في الماركت او في الشغل او في الشركه اللي انا فيها، حسيت ان الموضوع ده مؤذي جدا. خليني اسالك سؤال بصراحه، اللي اختلف عن زمان في الصحوبه مع بقيه الناس في الشغل، ولما دخلت مع رد بقى عندك عيله من الصحوبيه، دي حقيقه. ايه الفرق؟ هقول لك ايه الفرق. اولا انا طول عمري كنت اكس ديفلوبرز. حلو. اوكي. الناس اللي في الشغل دايما بتاع فلوس انتوا قاعده يا باشا انت يجي لك الناس تقفلي. ماشي نخش كم ماشي. على فكره هو ده اللي ساعدني عامه ان انا اكون فريند كولابوريشن دلوقتي، عشان اعرف اتعامل مع الكولابوريشنز عامه. يعني هي مرتبطه ببعض يعني. عشان بنصور مش هينفع خلاص. ماشي. لا نافع معايا بصراحه. يا وانا سيلز ديفلوبر او الشركه عامه انا فيها بيبقى في ناس كويسه، بس كله بيبقى همه على نفسه. صح. يعني بصراحه بس دي مش حاجه وحشه. اللي هو ما انا هقول لك بقى وجهه نظري في النقطه دي. يعني انا ببقى شايفه عادي جدا ابقى قاعده انا وانت احنا مع بعض في التيم بنفطر مع بعض، وفي الاخر يجي الكلاينت بتاعي تروح تنتشوا مني. انت كنت بتعمل كده؟ لا كنتش بعمل كده. ماشي. صح. بجد يعني اللي هو انا مجرد ما الف في ظهري بس مش عارفه الناتش ده هيبقى جاي منين بصراحه. فالموضوع بجد بقى مستفز. انت يعني مش عايزه اقول خيانه، بس هو عارف ما فيش حتى تقدير للعيش والملح. لا خالص. هو الناس بتحلل نفسها، ناس عندها يعني معتقدات للحاجات اللي زي كده، بيعرفوا يخلوك انت اللي غلطان. يا جماعه ده عميلي انتوا واخدينه منه، وفي الاخر هم من كلامهم وتحس ان انت اللي غلطانه في الاخر. عادي كده. في ناس بتعرف تعمل حاجه زي كده، بس هي دي بتبقى فرص. دي بتبقى فرص بالنسبه للناس. بمعنى ايه؟ والله بجد انت عندك فرص بقوانين وفي فرص من غير قوانين. صح. يعني انا عندي فرصه ممكن ما افكرش فيها الا ان انا اخد الفرصه. ايه اللي وراها، ايه اللي هيحصل، ايه اللي ممكن يتشاف، دي فرصه بالنسبه لي. انا مش هيفوتني فرصه. وفي ناس تقول لك انا عندي فرص بس بقوانين، باصول، باحترام، بعادات، بحب، بايا كان. فهي في الاخر كل واحد ليه معتقد يعني بيتحرك بيه. هي بقى الفكره كلها انت لازم تحط نفسك في المكان الصح. دي الفكره. وانا في المكان الصح دلوقتي بصراحه. انا 100% مقتنع حاجه زي كده. بس ما ينفعش نجيب مثلا سيلز من حسن علام، حلو، راجل يعني طلع من جامعات كويسه وعيلته وهم اصلا بيشتروا في حسن علام، ونيجي نقول له تعالى اشتغل في ديفلوبر مثلا لسه بادئ. صح. فلسه بادئ ده هيبدا يجيب سيلز، هو مش هيكون نفس الخبره ولا نفس المكانه ولا نفس كل حاجه. بس هي الفكره في حاجه نازل، انت عندك الشركات بقت هي بتشجع على ده كمان. يعني مثلا لا هو مش يعني شركات. انا اشتغلت في شركات كتير من غير هو هتلاقي مانجرز بيج نيمز، بس الكوميونتي او الناس هي اللي في السيلز. صح. هو بياع. هو بياع هيبيعك هتبيعه. هي كلها بقت بياعين. فالقصه كلها في حاجه ده برضو اللي بنحاول نظبطه حاليا في راد كولابريشن، ان البروكرز يعني قصه كولابريشن ايه؟ انا بدل ما انا وانت نبقى ضد بعض، احنا بناكل مع بعض، فاهمني؟ ماشي. احنا شغالين مع بعض، احنا بنفيد بعض، فالباور طالع اقوى. غير يعني معنانا في نفس المجال. لا بس احنا عشان احنا اخترنا كده تفرق. عمرك ما هتلاقي حد دخل وسط الكولاب مع الشكل اللي اتكون دوت وهو بعيدا عن الشكل ده. دي حقيقه بسبب الفلتريشن اللي بيتعمل. هو الاختيار الاول. لا غير اللي انتوا سيلكتيف وبتختاروا الناس
حتى لو جالكم حد، ما هو اللي بيجي لكم حد ده انا ممكن عادي انا شكل كويس طبيعي ما عنديش، هو شركتي كبيره ماشي واظهر انت اصل حاجه زي كده بتبان مع العشره. دي حقيقة. يعني الصفات دي بتبان مع العشره، مش بتبان مش مكتوبه على وش واحنا داخلين صح؟ عمرك ما هتلاقي حد بالصفات ديت اللي هو ما عندوش قوانين للفرصه هيبقى في وسطنا صح. دي ده حقيقة. مش معناه ان هو وحش، بس هو للاسف هو هيلاقي فيه قوانين محطوطه هو مش هيقدر يتحرك بسبب، فبالتالي هو يتخنق فمش عارف يكمل. اوكي. فعشان كده بقول لك هو السيلز اللي هو ما عندوش اي قوانين ده ما ينفعش تحط جنب سيلز. ما ينفعش انا كمثلا سيلز عندي قوانين هتحط وسطهم، انا الا بشبههم عشان اكل معاهم الا انا مش هبقى وسطهم اصلا. يعني خلينا متفقين يعني، ما هو ده موصلات الماركت اللذيذه اللي احنا فيه يعني. مازن بجد انا مبسوطه جدا بالقعده معاك بجد يعني اتبسطت جدا بيك النهارده والقعده كانت لذيذه جدا وهيلثي جدا وثانك يو سو ماتش. ويلكم. ثانك يو.